قانون الجذب يا جماعة من أخطر القوانين اللي لو استغليناها صح هنستفيد جدا، والعكس لو ما فهمناهاش هنبوظ الدنيا. ببساطة قوي القانون دوت بيقوم على ايه؟ بيقوم على انك لو تيقنت من وقوع حاجة معينة وعشت حياتك على انها جت خلاص ان شاء الله تتحقق، والعكس لو يئست وقلت مستحيل كذا يحصل او مستحيل او ازاي او فعلا الحاجة دي مش هتحصل. ايه الفكرة اللي بتحصل بقى هنا؟ انا بالنسبة لي كهبة اخدت الجزء النظري والعلمي وربطته بالجزء الديني. خلينا نتكلم الاول على الجزء النظري. في حاجة يا جماعة كتاب اسمه السر او The Secret. الكتاب دوت نزل منه كتاب وفيديو فيلم وثائقي وترجم للعربي، يمكن ناس كتير شافته، لكن للناس اللي هي متعرفش عنه حاجة بالمختصر كده بيقول ان انت لو تيقنت وحسيت فعلا وعشت حياتك على انك حصلت على هدفك هيجيلك وهتجذبه ليك، والعكس لو قلت مستحيل يجي وازاي هيحصل و مش هتحصل عليه. هو ده قانون الجذب، بحيث انت بتجذب الحاجة اللي خلاص مقتنع بيها وبتبعد عنك الحاجة اللي انت مش حاسس ان هي هتجيلك. وقال امثلة بقى كتير في الفيلم ده، ان مثلا واحدة نفسها تسافر وتشتغل في بلد تانية بمرتب معين، مرتب عالي، وما كانش عندها اي اوفر، واللي عملته انها عرضت شقتها للبيع وجمعت حاجاتها واستعدت ان هي بالفعل كأنها حصلت على الوظيفة وخلاص هتسافر الاسبوع الجاي، واصلا ما فيش شغلانة. المفاجأة بقى كانت ان واحدة صاحبتها تكلمها من الشركة ديت وتقول لها ان الشركة دي في الفرع اللي في البلد اللي الست عايزة تسافره عايزة وظيفة او طرحة وظيفة وعايزاها تروح وتقدم فيها ومبلغ مغري جدا ولازم تكون هناك في خلال اسبوع. يعني انا عارفة ان الموضوع غريب، لكن في ناس كتيرة قوي مصدقة فيه لان هو ممكن يكون فعلا واقعي. ان هو يحصل مع شوية ناس يبقى ليه ما يحصلش مع الباقي؟ العلماء دي يا جماعة ما بتقعدش تحط كده قوانين من اللاشيء، لأ، بيبقى في حوادث حصلت قدامها، في ناس شافتها قابلتها في الحقيقة حصلت معاها كده، فبتبتدي تعمل عليها نظرية وتقولها. طيب انت مش عايز تقتنع بالجزء العلمي؟ اقتنع بقى بالجزء الديني. لما يقولك تفاءلوا خيرا تجدوه، وربنا بيتكلم هنا بالمضارع، يعني تأكيد منه انك لو تفاءلت بالخير هتلاقيه فعلا. طب ده اسمه ايه؟ اسمه جذب. لما انت تتفائل ان ربنا هيديك هدفك وهيرزقك كذا او كذا او كذا من غير ما تعرف ازاي وفين وليه، هيتحقق لان ربنا بيديهولك. كمان لما تسمع مثلا ان اليقين في الله هيفتح لك ابواب مغلقة من حيث لا تحتسب، يبقى ليه ما نعملش كده؟ الموضوع بسيط جدا، اتفائل واجذب ليك الخير، حقق اهدافك واحلامك بدل ما تكتئب وتضلم الدنيا ومفيش حاجة حلوة تحصل لك، صح ولا لأ؟ اتأكد دايما ان ربنا عايز لنا كلنا الخير، بس لازم احنا كمان نعمل اللي علينا علشان ناخده باستحقاق. حط هدفك، اعمل اللي عليك، ادعي ربنا بيقين وتأكد انه هيحصل من غير ما تفكر ازاي، لان ازاي دي بتاعت ربنا.